تعالى نتكلم عن الغسالة الكريازي اللي هي الفتحة العلوية اللي من فوق الوحيدة. الحلة بتاعتها ستانلس عشان بس الناس تشوف، عشان كله يبقى باين على الطبيعة قدام عينك. اللي موجود حاليا دلوقتي الحلة الستانلس، تعالى نشوفها مع بعض. ادي اهي، ادي الحلة الستانلس دي يا جماعة اهي، اهو حلة ستانلس، حلة ترددية، حلة ترددية، رشاشات، فلتر ده بتاع التنظيف، 2 فلتر، مروحة ترددية، شبك بتاع الغسيل. تمام. ادي غسالة ديجيتال بريمير كريازي 12 كيلو، فيها شاشة بتبين لك الوقت المتبقي قد ايه اللي فاضل في الغسيل، نظام الضبط بتاع الغسيل، غسيل اعتيادي، غسيل قوي، غسيل ملابس اللي هي القطنية، غسيل الجينزات، الغسيل الحراير. غسالة لونها سيلفر، باب هيدروليك، فيها الشبكة بتاعت الغسيل اهي، تبقى كده. وادي الباب، باب هيدروليك اهو، الباب ما يهبطش، ميزة الهيدروليك ما يهبطش. تمام. عشان نعرف ان الغسالة دي الوحيدة اللي ستانلس، نيجي نشوف اللي جنبها دي، شايفين ده مش ستانلس، ادي اهو. يبقى الغسالة احنا شفناها الاولانية الكريازي ستانلس، دي مش هيدروليك اهي، دي باب عادي، دي تورنيدو، غسالة ديجيتال تورنيدو. ادي الغسالتين جنب بعض. نشوف برضو توشيبا، ادي برضو توشيبا اهي، مش هيدروليك طبعا الباب برضو، والغسالة برضو مش ستانلس، صاج ادي اهو. تمام. نشوف بعد كده ادي الشكل بتاعها، طبعا برضو الباب مش هيدروليك، شايفين الباب اهو نزل هبط. يبقى الباب الوحيد اللي هو الهيدروليك الكريازي، ادي اهو، ضمان 10 سنين، غسالة الكريازي. يبقى شفنا كده الفرق بين الغسالة التورنيدو والغسالة الكريازي والتوشيبا الوحيدة الكريازي اللي هي الحلة ستانلس، باب هيدروليك ديجيتال، فيها توقيت للغسيل انك ممكن تظبطه يشتغل الغسيل بعد ربع ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين. دي ميزة مش موجودة في اي غسالة تانية على فكرة، حلوة جدا، ضمان 10 سنين. الغسالة الحلة بتاعتها ترددية يمين وشمال زي الغسيل بتاع زمان. شكرا لكم، خليكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله عشان نشوف بقية الغسالات زي المرة اللي فاتت. شكرا لكم، تابعوني كل يوم بالليل بعد الساعة 8 مساء بيبقى في العرض بتاعنا، خليكم معانا ان شاء الله كل يوم. شكرا لكم.